نصف ساعة تقريبا من مباراة اللقب. مرحبا أنس، هل لك أن ترصد لنا الأجواء لديك دقائق قبل صافرة البداية؟ كاريبو جيهان، يا مرحبا بك بالسواحلية، اللغة الرسمية هنا بتنزانيا. مرحبا بك، مرحبا بجميع المشاهدين الكرام. نحن نتواجد خارج أسوار ملعب أمان على بعد دقائق قليلة قبل بداية هذه المباراة القمة المنتظرة. ربما يصلك أصداء الفوفوزيلا وأهازيج الجماهير داخل ملعب أمان. الجماهير هنا متحمسة، الكل ينتظر صافرة البداية. منذ الساعات الأولى من هذا الصباح حلت هنا الجماهير، جماهير فريق سيمبا، سواء عبر الطائرة أو عبر العبارات، لأنه في الصباح كنا بصدد تصوير روبورتاج بالقرب من ميناء زنجبار، وتابعنا وصول أفواج وأعداد كبيرة من الجماهير، جماهير فريق سيمبا. الملعب ممتلئ عن آخره، وكما قلت الكل ينتظر هذه المباراة. الجماهير، جماهير فريق سيمبا متفائلة، تؤمن بحظوظ فريقها، بقدرته على العودة في النتيجة. فريق بركان سيكون كذلك مستندا بجماهير بركانية التي تحملت عناء التنقل والسفر، هذا السفر الطويل والمتعب، تحملته من أجل الحضور هنا إلى زنجبار، هذه الجزيرة، من أجل دعم رفاق الحارس منير المحمدي في هذه المواجهة، من أجل الظفر بلقب الثالث في هذه المسابقة القارية. جيهان. نعم، طيب أنس، ماذا عن الحصة التدريبية والأمور التي تم الحديث عنها علاقة ببعض الطقوس الغريبة وأنت حضرت الحصة التدريبية؟ نعم فعلا جيهان، في المجمل الحصة التدريبية سواء بالنسبة لفريق نهضة بركان أو سيمبا التنزاني كانتا عاديتين، باستثناء ما تحدثت عنه. يعني فريق بالنسبة لحصة تدريبية لفريق نهضة بركان قبل بدايتها بعض العناصر من الطاقم التقني للفريق البرتقالي لاحظوا وجود بعض الأجسام الغريبة في المستطيل الأخضر بالملعب، وهو ما انتبهوا له ثم قاموا بإزالتها ورميها. ربما الأحداث تعودنا على مشاهدتها في بعض المباريات سواء في دوري أبطال أفريقيا أو في كأس الكونفدرالية. باستثناء هذا نهضة بركان تدرب بشكل عادي، اللاعبون كذلك متفائلون، يؤمنون بحظوظهم، وكذلك ربما المعنويات مرتفعة بالنسبة لكتيبة التونسي معين الشعباني من أجل تعويض خيبة النسخة الأخيرة حين انهزموا أمام الزمالك المصري، على الرغم من تقدمهم في النتيجة بهدفين مقابل واحد في مباراة الذهاب. الفريق البركاني بصفوف مكتملة يدخل هذه المباراة. عودة هيثم منعوت بعد غيابه عن مباراة الذهاب، هذا هو المستجد الوحيد فقط. كما قلت الكل ربما عقد العزم على التأهل، على الفوز وتحقيق اللقب القاري هنا بقلب جزيرة زنجبار، ولو أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق سيمبا التنزاني الذي تعود على تحقيق الريمونتادا في المباريات الأخيرة بكأس الكونفدرالية. فريق قوي، فريق صلب، صحيح أنه ضيع مجموعة من الكرات. يوم أمس فقط جيهان في الندوة الصحفية لامين كامارا تحدث عن أنه كان مستاء لأنهم لم ينتصروا بأكثر من هدفين في مباراة الذهاب. أتمنى إذا حظا موفقا للفريق البرتقالي. شكرا لك أنس، كنت معنا من أمام ملعب أمان. موفق بإذن الله في تغطيتك، وأيضا كل التوفيق لنهضة بركان. أعود اللحظة للاستوديو رفقة الإطار الوطني محمد بن شريفة. محمد